السلام عليكم الزلفلاون، اوقات ممتعه نتمنى تقضوها معنا مشاهدي الكرام رفقه هذا الفيديو. وين رايحين نحضروا مع بعض بيتزا بالعجينه السائله، ونفهم بذلك انها بدون عجن بدون دلك بدون وقت اختمار. وصفه اكيد تفيدكم. هذه العجينه هي سحريه والوصفه ناجحه بدون اي صعوبات. نتمنى تعتمدوها وتحضروها باقرب وقت ان شاء الله. نبداو بسم الله. عندي بعض الشرائح من الدجاج أو حاجة عندكم، حتى اللحم المفروم، يعني حوالي 100 إلى 150 غرام، يعني كمية قليلة فقط نزينوا بها البيتزا. إلا ما عندكمش يمكن استغناء على هذا الخطوة. ونحضروا فقط الصلصة الحمراء. هنا راني طيبتهم، يعني حمرتهم شوية، زدت لهم فلفل كحل مع شوية ملح، نطيبوهم جيدا. بعد ذلك نحتفظوا، يعني الهدف هنا هو هذا الزيت ما نرميوهاش مباشرة. نضيف عليها حوالي 2 إلى 3 حبات طماطم نكونوا رحيناهم من قبل، وفي نفس الزيت نطيبوا هذا لاصوص. هي أيضا جد سهلة. أنا عندي طوماط فريش رحيتها، ديت 2 حبات كبار أو 3 صغار حجم صغير، نخليوها تطيب شوية. بعد ذلك نضيف لها شوية ثوم، زعترة. هنا عندي الثوم بودرة مع شوية فلفل كحل، ملح، والطماطم المسبرة، ونخليها تطيب. كما لاحظتوا ما فيهاش صعوبات. هنا نوليو العجينة نحضروها بالياغورت الطبيعي. عندي هنا ان بو، ونحتفظوا بهذا القيس، يعني نكيلو به باقي المكونات. كما قلت هو ياغورت طبيعي. بنفس الكيل نكيلو الحليب، يعني هذه العجينة هي غنية جدا بالكالسيوم. ديو كاس ونص حليب، مع هنا عندي نص كاس زيت المائدة. تقدروا تكملوها يعني بزيت المائدة، أو تضيفوا بعض القطرات من زيت الزيتون. نتحصلوا على كوب إلى ربع من الزيت. يعني صدقوني زيت الزيتون راح تعطي تزيد البنة للعجينة، مع حبة بيض تكون بحرارة المطبخ. هنا نخلطوا المكونات. أعيد المقادير. عندي ان بو ديال ياغورت ناتور، ضفنا لها كيلو ونص حليب يكون دافئ، مع كيلو إلى ربع زيت المائدة أو خليط بينها وبين زيت الزيتون، أي نتحصلوا على كيلو إلى ربع، مع بيضة بحرارة المطبخ. هنا نحب نسم العجينة، نزيد لها نعناع اليابس يزيد لها النكهة والبنة للبيتزا تاعنا. إلا ما تحبوش تقدروا تستغنيوا عليه. فقط بالفوي نكملوا بالخلط. هنا نزيد لها مغرفة صغيرة ملح، ما تعمروهاش بزاف لانه مازلنا المكونات، يعني مكونات لاصوص عندها الملح كما لاحظتوا. هاي ليك لاصوص هي طيب. الحبه عفوا تخلوها تتشرب كامل، يعني الماء اللي فيها. هنا نبداو نضيفوا في الفرينه كيلة مع مغرفه صغيره خميره الحلويات، مع مغرفه يعني راس مغرفه صغيره خميره الخبز. إلا كان الجو البارد، وإلا تقدروا تستغنيوا عليه ضيفوا فقط مغرفة تاع خميرة الحلويات. كنت تستعرضوا لا وسط جدا عن يسخم على فيرسيون استقبالية تكون فهمة لا تعرفت أرجو متى تدقوا السنة دي تدون مي فغربي. هاي لك لاصوص كما قلت لازم تشرب كامل الماء اللي فيها. نكملوا بالفرينة. هاوليك الكيلة الثانية، يعني ما تضيفوش كمية كبيرة على خطرة. حبيناها بقوام سائل، يعني تلاحظوا بعد قليل القوام اللي نحوسوا عليه. هنا تبان لكم خلاص، ولكن لا، مازال نزيدولها شويه، مازالها خفيفه. نزيد لها نص العلبه او نص الكيلة، اي نديرو 2 كيلات ونص، يعني على حساب نوعيه الطحين او الفرينه اللي عندكم. تقدروا ديروا حتى
حتى زوج الى الثالثة ديروا الى الربع، يعني ما تكيلوش الثالثة، ما ديروهاش كامل، يعني كيلة الى ربع. هاوليك القوام اللي نحوسو عليه خلاص. كما لاحظتوا درنا 2 كيلات ونص. انا عندي السنيوه تاعي دهنتها شويه بالزبده او بالزيت، ولكن نضيف لها ورق الزبده الى عندكم النتيجه تكون احسن. هكذا تضمنوا العجينه تاعكم ما تلصقش. كما لاحظتوا انها بقوام سائل. نفرغوا كامل المحتوى. فقط طلب صغير أخواتي، نتمنى تبارطاجيو أو تشاركوا هذا الفيديوهات مع أصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويكون ذلك حافز ودعم لنا وتعم الفائدة بإذن الله، ويكون في ميزان حسناتكم. دونك نوليو للوصفة. كما لاحظتوا هذا العجينة هي جد سهلة، يعني خطوات سهلة، مقادير بسيطة جدا، تحصلوا على اروع بيتزا تكون لذيذه بزاف. هايليك لاصوص تاعنا كما قلت شربت كامل الماء اللي فيها. هاوليك القوام تاعها او قوام ثقيل. نديروها كامل على العجينه وغير بالعقل نبداو نسويوها، ندخلوها في العجينه، اي خليط الصلصه مع العجينه السائله. كما نتمنى إذا كنتوا أول مرة تزوروا القناة دعمونا بالاشتراك مع تفعيل الجرس، هكذا يوصلكم دايما جديد القناة. ما تنسوش التعليق أو لايك إذا كان عجبتكم وصفة تاع اليوم. هنا كما لاحظتوا التزيين حضرنا مكعبات الدجاج، إلا ما عندكمش عوضوها بلوتون أو اللحم المفروم، مع مكعبات صغار من الجبن والزيتون. لا حبذا ديروا لها زيت الزيتون الأسود، ولكن هذا مسألة ذوق. ديروا لها شوية زيت الزيتون من الفوق، تزيد لها في البنة مع الفرماج غابي غير كمية صغيرة برك، غرويير أو أي حاجة عندكم. هايلك النتيجة، بيتزا من أروع ما يكون، توجد بالخف. شوفوا العجينة هي طرية بزاف وناجحة، طابت مليح. هايلك نتمنى تجربوها وتعجبكم إن شاء الله. على هذه نقولكم إلى اللقاء، نتلاقاو في وصفة أخرى، فيديو آخر. إلى اللقاء.